كنت واقف في موقف التاكسي والسواقين حواليا مستنيين رزقهم، وأنا قاعد في التاكسي مهموم، حاسس كأني شايل هموم الدنيا فوق دماغي. مصروف البيت صفر، المطبخ فاضي، أنبوبة الغاز خلصت، والمصيبة الأكبر المدام على وشك تولد في أي لحظة. كل ده فوق دماغي وأنا قاعد سرحان في التاكسي بفكر هعمل إيه؟ الشغل نايم والمصاريف كتير. فجأة شفت 2 ستات واقفين عند سواق، وبعدها اتحركوا على اللي بعده وبعدين اللي بعده. استغربت ونزلت أشوف في إيه. رحت لسواق منهم وسألته في إيه؟ ليه محدش راضي يوصلهم؟ قال لي عايزين يروحوا دار الأيتام بس ما عندهمش فلوس للأجرة. رجعت للتاكسي وأنا بفكر، لكن لقيتهم بيقربوا مني. واحدة فيهم قالت هتاخدنا يا ابني لدار الأيتام؟ بس والله ما معانا حق التوصيل. قلت لها طبعا اركبوا. شغلت التاكسي واتحركت، واحنا في الطريق رن تليفوني. رديت بسرعة، الو خير يا أسعد؟ قال لي بصوت متوتر أخويا مراتك بتولد، أنا وأمي خدناها على المستشفى ودلوقتي دخلت غرفة العمليات، تعال بسرعة، الدم نشف في عروقي. رديت بعصبية ايه المستشفى؟ انت عارف ان تكاليف المستشفى غالية وانا ما عنديش فلوس. حاول تطلعها وترجعها البيت فورا. قفلت المكالمة وقلبي واقع في رجلي، وبصيت للستات وقلت أنا آسف، هوصلكم الأول وبعدها هروح المستشفى. لكن واحدة فيهم قالت بهدوء لا روح انت الأول المستشفى، احنا نكمل بعدين. غيرت الطريق فورا، وفجأة سألتني واحدة فيهم اسم مراتك بالكامل ايه؟ استغربت من السؤال لكن قلت لها الاسم. وصلنا المستشفى، ركنت التاكسي ونزلت أجري، ناسي حتى أقفل الأبواب. اعتذرت للستات وقلت والله لو كان معايا أي مبلغ كنت دفعت لكم الأجرة، بس للأسف. ردوا بابتسامة كفاية اللي عملته معانا، ربنا يكون في عونك. دخلت المستشفى وأنا تايه في همومي، لقيت أخويا، مسكته وزعقت فيه انت مجنون؟ هتدفع الفاتورة منين؟ قال لي يا عم استهدى، خلينا نطمن عليها الأول. لكن أنا كنت شايف الدنيا سودة. جريت على الاستقبال وقلت للموظف عايز أوقف العملية وأخرج مراتي. سألني اسمها ايه؟ اديته الاسم، بصلي وقال ليه تمشيها؟ التكاليف كلها مدفوعة، العملية، العلاجات، وكل حاجة. اتصدمت، قلت يمكن غلطان في الاسم. قعدت الاسم تاني، قال نفس الكلام، كل حاجة مدفوعة بالكامل. سألته بذهول مين اللي دفع؟ قال جت عندي 2 ستات قالوا اسمها، ولما أكدت لهم إنها موجودة دفعوا كل التكاليف وقالوا لازم تفضل لحد ما تخف تماما، ومشيوا. خرجت أجري أدور عليهم لكن ما كانش ليهم أثر. رجعت التاكسي وافتكرت إن أبوابه مفتوحة. دخلت أقفلهم، لقيت ظرف على الكرسي، فتحته لقيت فيه مبلغ كبير جدا. فضلت أدور في التاكسي يمكن يكون فيه رسالة، لكن ما كانش فيه أي حاجة. وقتها عرفت ليه سألتني عن اسم مراتي بالكامل. ما عرفت إن ربنا بعت لي رسالة. كنت بسأل نفسي إزاي هتنحل كل المشاكل دي. وقتها ربنا وراني إن الخير بيرجع أضعاف. ما قدرتش أمسك نفسي، نزلت من التاكسي وسجدت لله شكرا وأنا ببكي زي العيال الصغيرين. هو كان فاكر إنه بيساعدهم، لكن الحقيقة هم اللي ساعدوه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.